السلام عليكم جماعة. عشرك خالي بخير. السلام عليكم خاوتي، معاكم سائق مهني. بالمناسبة هذه رانا درنا وقفة احتجاجية سلمية يا جماعة، رانا سلمية يا جماعة، راه سلمية يا جماعة، راه من هذا المنبر راح نوجهوا نداء، نوجهوا رسالة أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع السائقين اخوتي، سواء الحاضرين والغائبين على مستوى كل القطر الجزائري. احنا الدولة راه بلادنا، احنا رانا ولادها وماناش هاربين منها. زادونا جماعة فرضوا علينا الكفاءة المهنية قبلناها، زادونا في ليسامبو قبلناها ثاني فوق اللازم يا جماعه. حتميات رانا في الحتميات يا جماعه، ولكن باش تصدر لي قانون اللي فيه الحبس اللي ما يقبلها لا ربي لا العبد، هذا يا جماعه انا نشوف فيه هذا لازم يعاد النظر فيه يا جماعه. وزياده على ذلك باش يوين البروسي 1500 ب2 ملايين ب1800 لما يكون الصالار دو باس تاع السائق اكثر من 10 ملايين، السائق يدير 4 ملايين، كان تجي في جبر صوت تحت السالين تاعو، ولادو منين ياكلوا؟ منين يعيشوا يا جماعه؟ هذه زياده. رقم اثنين، راه جماعه كاينه ضغوطات نفسيه تحكم في الانسان يا جماعه، راه ضغوطات نفسيه، واحد يعاني من الكراء، واحد يعاني من الفقر، واحد عنده مرض مزمن، هذا جماعه هذو. وزياده على ذلك السيد الوزير المحترم من هذا المنبر نخاطبك، نوجه لك سؤال، نوجه لك سؤال. انت لما تجي في البرصوات مبروك الحال، زدت اخويا، الدوله دولتنا وحنا رانا تحت رحمه القانون، والقانون فوق الجميع. صح؟ هل بالعربيه بالفرنسيه اسكو بالانجليزيه يا جماعه، هل انت راك موفر الوضعيه؟ موفر الطريق، موفر شبكات الطريق. هل الطريق الوطني راه وفق المعايير الدوليه، وفق المقاييس الدوليه؟ هل العجلات المطاطيه متوفره؟ هل القطع الغيار متوفر؟ مغشوشه اكيد. منعرجات غير مدروسه، مرتفعات غير مدروسه، منحدرات غير مدروسه، دوطنات غير مدروسه، ممهلات. إضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، لماذا ما تحاسبش المقاول هو الأول؟ أنا مانيش هارب منك، هذه أي بشر يغلط، العنصر البشري. والله السائق بصفة عامة أحد الأسباب فقط، السبب الرئيسي المقاول، الشركة المقاولة خدمة الطريق، هل وفق المعايير؟ وفق لنورم. رقم اثنين، المكتب المتابع والمكتب المسير يسني أنا عام مكتب تشويري يسني على مشاريع وهمية يا جماعة الخير. معليش السائق يبقى احد الاسباب. ما لا من هذا المنبر خوتي، ماذا بكم اعاده النظر في هذه القوانين اللي راح جماعه راه ضرت الناس ولا زياده هذيك بالك نحكيو عليها. هذه جماعه القوانين راه مش راح ترجع بالمنفعه العامه. انا كسائق نحترم المهنه تاعي، نتشرف اني سائق لاني انتمي الى قطاع يعتبر شرايين الحياه. نقل طبعا قطاع النقل شرايين، والبلاد بلا نقل مشلوله. احنا يوم كانت الكورونا كانت الناس تموت بالالاف، كان السائق والشيفور في المراتب الاولى بعد رب العالمين. الجيش الابيض حيوهم. نعرف انا شوافره منا، واللي عنده جماعه ورد ميس تشد ماذا به يبلطجيها. كانوا ينقلوا في المواد الغذائيه في الاكل الى البوره، بعد الى ناس البليده، مدينه الورود، بن حييم. نعم، ناس مجاهدين، ناس مكافحين، بارك الله فيهم. هذه وقفه جماعه احتجاجيه. في وقت الكورونا ما كانش اللي يتحركوا اصحاب الشاحنات هما اللي نقلوا. انا عامل السائقين، الامبيلانس سوق السائق، الشاحنه سوق السائق، السائق موجود في كل مكان وفي كل زمان وفي جميع القطاعات يا جماعه. السائق يا جماعه باش يسلك كاربيرون ولا مازوت منا من الشمال ويهبطوا 600 كيلومتر باش لكن انا عم كمسؤول نتحداك ما تركب الجبل تاعي تروح معي رحله الى اقصى الجنوب، والله نتحداك. انت معليش اقرب الطرق ليك، الطرق هذيك الحدود هذه نتاع الجباحيه هذه شهريا نموت شهريا، واضافه الى ذلك يوميا انا محار، يوميا تموت للاسف الشديد. الناس كلها لازم انا معاها يوميا. وزياده القول ان الوقفه سلميه. شكرا. ومطالبكم مشروعه. ما طالبنا مشروعه، والبلاد بلادنا احنا وليداتها، ومع بلادنا ظالمه ومظلومه في السراء وفي الضراء، ولاش راجعين. ها تحيا البلاد، بلادنا ما فيها حتى مظلوم. وراي نوجه نداء من هذا المنبر الى جميع السائقين الشرفاء والحقيقيين. ماذا بينا يا جماعه؟ واصلوا الاضراب تاعكم، واصلوا الاضراب تاعكم يا جماعه. الاخ اكد لي باللي الطريق رانا في وقفه احتجاجيه سلميه، الطريق راهي تمشي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله ياخذوا المطلب تاعنا بعين الاعتبار يا خويا، قادر نتفاوضوا معاه بطرق سلميه، طرق مشروعه. احنا كمواطنين او كنقابه، ماذا بينا عندنا نقابه. كان نقطه اخرى استاذ،
الزيادات هذه. سمعت ماذا بين المسؤولين هذو ياخذوا هذا النقاط بين الاعتبار اخويا، ورانا متواصلين بالاعتصام تاعنا اخويا والاحتجاج تاعنا سلميه اخويا سلميه، وبارك الله.